هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكل حد بيشوف الفيديو، يا رب تكونوا بخير وبسلام. لو اول مرة تتكعبل في الفيديو بتاعي، انا مهندسة نهال المغازي، مهندسة ديكور وعمارة داخلية. القناة دي مليانة فلوجات وجولات وكل ما له علاقة بالديكور وحاجات تانية كتير. فعشان كده لو أول مرة تدخل القناة، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس لكل الإشعارات، وما تنساش تعمل لايك وتكتب لي كومنت حلو كده زيك برأيك في الفيديو. وتحت الفيديو سايبه لكم لينكات باقي المواقع التواصل الاجتماعي، الاكونتات بتاعتي عليها. اتمنى تتابعوني فيها على الفيسبوك والتيك توك وعلى الانستجرام. هتلاقوني بنهال مغازي بتاعت الديكور او نهال مغازي، كل اللينكات تحت الفيديو. وقبل ما نبدأ الفيديو، عايزة كل الناس تصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا كل سنة وانتم طيبين عشان شهر رجب، ويا رب بلغنا كده رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. في ناس كتير بتجهز الفترة دي، وفي ناس كتير بتحب تجدد بيتها قبل رمضان. فحبيت الفيديو ده يبقى غني كده فيه أفكار كتير جدا. جولة في هوم سنتر، في اشكال بقى، سفر فخمة جدا وشيك جدا. زي ما انا بقول كل فيديو، ان انا حتى لو بعمل لكم جولة في مكان غالي شوية، ملكوش دعوة بالاسعار، خدوا افكار واعملوه بره. انما لو عندك يعني قابلية او قدرة ان انت تشتري، ممكن تشتري على طول. الفيديو ده الجولات اللي فاتت لو ما شفتهاش، كان في جزء الاوض النوم، وفي جزء الحاجات اللي عجبتني. دلوقتي جزء السفرة، وفي هندخل كمان على اوض الاطفال واوض النوم. في حاجات كتير جدا الفيديو، عشان كده شوفوا للاخر ما تجريهوش. احلى حاجة السفر اللي هنا عجبتني ان هي كوليكشن متنوع، يعني يناسب كل الاشكال ويناسب كل الاذواق. عجبني قوي قوي الكورنر ده بتاع الكراسي اللي فات، واللون اللي عدى اسمه مستيك. كمان ممكن تحط عند الباب، عند اي كورنر عندكم. السفرة الازاز دي عجبتني جدا 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 جدا. طالعة كده شكلها مختلف ويونيك. طبعا الاستانلس بقاله سنتين او سنة، طالع ان هو موضة جدا ولسه مكمل معانا. كمان الاطقم بتاعه الانتريه هنا حلوه جدا. المميز بقى في الجوله دي ان انتوا هتلاقوا افكار لاماكن كافي كورنر شكلها حلو جدا ومختلفه، وتنفع بالذات في الاماكن الصغيره. طبعا الترابيزات اللي هي بتشيل عدد كراسي كتير، اللي هي 8 او اكتر دي، يعني ما بقتش بتستخدم حاليا، عشان معظم البيوت بقت مساحتها صغيرة. ولكن لو المساحة عندك تسمح او فيلا او اي حاجة، طبعا يا ريت تحبذ. كمان كذا فكرة للركنة مختلفة، مش لازم تبقى الركنة بالشكل التقليدي ان هي حرف ال. والحلو في الركنات دي ان هي الظهر بتاعها بيتحرك، بتعمل المقاس اللي انت عايزه، ترجع الظهر لورا خالص او بزاوية او تعمله سرير. حلوة جدا ومختلفة والوانهم جميلة. ودي اكتر شكل عجبني قوي الصراحة، شكلها مختلف وجميلة، ولما بتتفرد بتبقى سرير مريح. فعايزاكم تطلعوا كده من فكرة ان لازم الركنة تبقى حرف ال، يعني ما بقتش تتعمل كده دلوقتي. وكمان هتلاقوا ان في بعض الركنات معاها الليزي بوي، ليزي، لا سوري مش ليزي بوي، ليزي تشير. احنا اللي بقينا ليزي بوي يعني الشعب المصري كله بقى مكسل. الليزي تشير بيبقى كرسي بيتحرك، بيبقى مقاسه كبير، مريح قوي. بيبقى في مكان مثلا يو اس بي، مكان تحط فيه الكافيه بتاعتك. بيبقى لا جميل، عامل زي بتاع المساج كده. وعجبني كمان الحاجات الكتاكيت دي بتاعت اوض الاطفال، التسريحه الصغيره، الحاجات الصغيره لو عندك طفل صغير هتبقى حلوه قوي. وكمان ده انا بسلم عليكم المره الثالثه اللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت يدخل يشوفها. وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام لو عندكم اي سؤال. وفي فيديوهات كتير بتنزل صغيره على التيك توك والفيسبوك، طبعا بيديلكوا نصايح وتبس كده. عجبتني قوي الاوضه دي ولونها جميل، تنفع بنوتاتي قوي. بصوا حاولت اوريكم الماتيريال بتاعت راس السرير، الهيد بورد حلوه جدا. والسرير البيبي ده
احلى حاجة ان هم عاملين لكل حتة فيها الروح بتاعتها يعني. كمان المكان ده، المكتب ده كان حلو قوي. وفي يعني اتجاه كده للالوانات الباودر السوفت دي، الباستل، عجبتني قوي الصراحة وحلوة. وانا بصراحة بحب ان الاوض بتاعت الاطفال ما تبقاش مجرد اللي هي اطفال ولعب وكده، لا يعني. كنت بوريكم من جوه الدولاب الفينش بتاعهم حلو، المكاتب حلوة. لو عجبكم اي فكرة وقفوا الفيديو خدوها سكرين شوت هتنفعكم جدا. وزي ما بقولكوا انا بحب ان اوض الاطفال تبقى مش ميكي والحاجات دي، يعني عشان بعد فترة ما يحسوش ان هم كبروا على الأوضة. الحاجات السيمبل السادة دي بتبقى شيك جدا جدا جدا. وخليكوا فاكرين ان الحاجة مش بان هي تتعمل كتير. طبعا كانوا عاملين في كل زاوية لون معين عشان يفرشوا الفرش ليه علاقة باللون بتاعه. لون المنت جرين ده طالع موضة قوي، ولون الخشب ده اللي هو كأنه باين فيه ثمرة الخشب، ده من الحاجات اللي طالعة شيك قوي. لو خدتوا بالكم ان معظم الالوان بتاعه اوض الاطفال كلها فاتحه، عشان طبعا تدي حيويه كده ونشاط. بلاش الحاجات الغوامق في اوض الاطفال. حتى التابلوهات عاملينها عجبتني قوي. شوفوا لي بقى الجمال والحلاوة، حتى الاباجورات شكلها مختلف وجميلة قوي، عجبتني قوي دي بصراحة. والالوان حلوة، تنفع يعني اوض اطفال خالص، شكلها شيك قوي. وفي صراحة فرايتي اختلاف كتير يعني. وفي تابلوهات، وفي اليونتس اللي هي الوحدات اللي بتحط فيها لعب الاطفال وبتتخزن. حتى السجاجيد عندهم حلو الاختراع ده، عشان لو عايز يساكر هو ونايم، لو عايز ياكل، زي يعني ترابيزة الفطار اللي كانت مشهورة وحلوة قوي. عجبتني ان هي فكرة جديدة. الحلو ان هم عاملين بصراحة كوليكشن افكار حلوة قوي، يناسب الاستخدام كمان من غير الشكل. يعني مثلا زي الحتة اللي عاملينها جنب السرير دي، عشان لو طفل صغير ما يقعش، بتطلعيها وتنزليها حلوة جدا. المساحات صغيرة، عشان في ناس بتحب تعمل أوضة أطفال سراير كبيرة، يعني لا يا جماعة، الأطفال بتبقى صغيرة كده، مع تابلو بسيط مع مكتب بسيط، يبقى شكل حلو. والأبيض من الألوان اللي طالعة في الفرش وما زالت طالعة شيك جدا وترندي جدا، وبالذات في أوض الأطفال. يعني ما تخافيش ان هي تتوسخ او حاجة، لان تنظيفها بيبقى سهل جدا. وكمان في اوض بتتعمل حاليا نص ونص، يعني يبقى نصها لون زي كده بناتي، والنص التاني لون اولادي. بيبقى يعني في ناس بتحب كده وفي ناس بتحب الاتنين يبقوا زي بعض، فكل واحد حسب اهتماماته. نحاول ان احنا في اوضه الاطفال الفرش مبقاش فيه تفاصيل كتير، عشان يبقى حلو ولطيف ومفهوش اي مشكله. ده نوع كمان تاني من السراير بقى المختلفة، تنفع أوضة أطفال، أوضة ضيوف. هنلاقي إن السادة مكتسحوا بالشكل ده، وده الأنظف والأحسن بحسه، غير التفاصيل الكتير. وكمان حاطلك مع كل واحد الكومود اللي يليق معاه، وحدة الأدراج، التابلو، حتى لو وحدة تلفزيون تليق معاه، حاطين كل أوضة اللي ينفع معاها. سيبكم من الاسعار ما تركزوش، انا بوريكم افكار بس. طبعا الاسعار دي هتلاقيها دلوقتي اغلى بكتير يعني. ف لانه بقاله فتره كده الفيديو متصور. فكمان عايزاكم تشجعوني بلايكاتكم، يعني عايزه الفيديو ده يوصل ل 500 لايك مثلا وشير. عايزه اللايكاتكم تشجعوني ان انا انزل لكم عندي جوالات وحاجات كتير مصورها لكم الصراحه بقالي فتره. فشجعوني كده ان انا ارجع انزل. وكمان قولولي حابين نتكلم عن ايه تاني على القناة مع الجولات والحاجات دي، عشان اعملكم اللي انتوا عايزينه. كمان حلوة قوي فكرة السرير اللي فاتت، راس السرير شكلها مختلف وجميل. الاوض دي بقى اوض نوم. يعني في اوض نوم الفكرة ان طالع طبعا اي اوضة نوم بيبقى معاها كرسيين، كنبة لونها طبعا لو المساحة عندك تستحمل يعني. ده طالع موضة جدا. عجبني اللون ده، وعجبني كمان الطقم ده شكله شيك جدا. انتريه، ممكن تستخدميه لوحده، وممكن تستخدميه في اوضه النوم لو كبيره.
هما هنا حاطينه مع اوضه النوم، وعاملين حتى تابلو الوان ليها علاقه بالسرير وليها علاقه بالطقم، وحتى البين باج اللي معاه. بيعملوا ميكسات كده حلوه بالوانهم بصراحه. وكمان الطقم ده عجبني جدا. لاحظين عاملين ميكس بين الجراي او الرصاص الفاتح وبين الدرجة من درجات الشامبين او المستيك. حلوة جدا، وده اللي طالع دلوقتي، ان موضة البيجات والرماديات مع بعض. الطقم الابيض ده شيك قوي 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 قوي. بالترابيزه اللي معاه، طبعا في ناس كتير بتقلق من الموضوع بتاع الابيض، ولكن في انواع بتبقى القماش مضاد للاتساخ، اللي هي مهما لو حاجة اتقلبت عليها مش هتلزق فيها ولا حاجة. البين باج طبعا حلو، ويفضل ان احنا نعمله لو عاملين ليفينج او كده. حتى الارفف، حتى شكل اللي بتبقى في الارفف دي بتبقى زي يعني حلية كده. شكلها شيك. في رفوف جاهزة فيه اللي هي بتبقى بتحط فيها الصور دي. كل حاجة موجودة عندهم بصراحة، عندهم كوليكشن رهيب. حتى المقابض، كل حاجة ممكن تتخيلوها موجودة. دي زي الحوامل اللي بيلزق عليه بتتحط عليها الرفوف. الأوضة دي حلوة جدا وشيك جدا. شايفين جمال الترابيزة بالطقم بألوانات رهيبة. يعني الحلو في الحاجات اللي زي كده الجاهزة، ان انت لو جبتها هو الفينش بتاع الدهانات بصراحة. السايد تيبلز، الحاجات الجانبية، الشازلونجات شكلها طالع حلو جدا. الباف ده اللي بيستخدموه حاليا مع الكونسول، مع اوض النوم، التسريحة شكلها حلو جدا. وكمان الطقم ده كده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا رب يكون عجبكم. هستنى رأيكم في كومنت ولايك. يلا باي باي.